دايما بنشوف الذكاء الاجتماعي او ان الشخص ده بيقدر باساليبه وبطريقته ياخد اللي هو عاوزه. لكن احنا في نوع تاني مختلف خالص، الشخص اللي بيستمرد، والشخص اللي هو بيبقى عاوز دايما يبقى غلبان وطيب والناس كلها تقف جنبه والناس تساعده، وعلى طول يحس ان هو ضعيف عشان خاطر يحس. انت بتقوي كده المرض عنده، لان هو مش بيساعد نفسه، هو عاوز دايما يبقى نفس الدايره بتاعته، في نفس الدايره المغلقه بيلف حواليها. ده مش بس كده، ده كمان بيجيب الناس اللي حواليا، يعني دي الناس اللي حواليا بجيبها واحطها في نفس دايرتي، دايرة المرض. مش اي حد بيستمرض نمشي وراه، لازم نشغل ده ونفهم كويس الفرق بين الذكاء الاجتماعي وان اي حد بيعوز اي حاجة بيقدر ينفذها، وبين الشخص اللي بيستمرض والشخص اللي هو بيبان ان هو ضعيف ومش قادر يعمل حاجة، وهو قاعد بيفكر وهو حابب الحالة دي، حابب ان يشوف نفسه كده. فلازم نفرق بين ده وبين ده، هرمون السعادة.